السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حلويات خديجة. في حصة اليوم إن شاء الله سنقوم بتحضير حلوى الكعاب، حلوى من الحلويات التقليدية. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير العجين سنحتاج إلى 125 غرام من الدقيق الأبيض أو دقيق حلويات، نحتاج إلى 30 غرام من الزبدة، ثم نحتاج إلى ملعقة صغيرة من السكر البودرة، ونحتاج إلى قليل من الماء الزهر لجمع العجين. في إناء أضع الدقيق، أضيف له السكر البودرة، ثم أضيف الزبدة، أرمل الزبدة مع الدقيق والسكر قليلا بأصابع اليد. بعد ذلك أضيف ماء الزهر تدريجيا شيئا فشيئا حتى أحصل على عجين متماسك. لا يجب المبالغة في إضافة ماء الزهر كي نحصل على عجين خفيف أو لين كثيرا. هذا هو القوام المراد محصل عليه. كما ترون عجينة متماسكة. أحاول دلكها قليلا، بعد ذلك أغطيها بغشاء بلاستيكي ونتركها في الثلاجة لترتاح. قمت بتغطية العجين كما ترون، سأدخلها للثلاجة ترتاح قليلا. بالنسبة لمقادير الحشوة سنحتاج إلى 250 غرام من اللوز منزوع القشر منشف جيدا بمنديل. قمت بجرشه أو قمت بطحنه على هذا الشكل في المطحنة الكهربائية. سأحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة من الزبدة، ونحتاج إلى 3 حبات من المستكة العربية، ثم نحتاج إلى 125 غرام من السكر البودرة، ونحتاج إلى قليل من الماء الزهر لجمع الحشوة. أول شيء سأضع المستكة العربية في كيس بلاستيكي أغطيها، ثم أقوم بطحنها على هذا الشكل بواسطة أداة التي نبسط بها العجين. كما ترون لقد قمت بطحنها. سأضيفها إلى اللوز. بعد ذلك أقوم بخلط اللوز مع المستكة والسكر البودرة على هذا الشكل، نخلطهما قليلا، ثم نعيد طحن الكل في المطحنة الكهربائية حتى نحصل على خليط يكون ناعم ومطحون جيدا. وهذا هو شكله بعد أن قمت بطحنه. الآن سأقوم بإضافة إليه الزبدة وأقوم بخلطها قليلا. بعد ذلك أضيف ماء الزهر تدريجيا حتى أحصل على خليط أو على حشوة متماسكة. لا يجب مبالغة أيضا في إضافة ماء الزهر لكي لا نحصل على خليط خفيف. يجب أن تكون الحشوة متماسكة. أضيف القليل من ماء الزهر، ثم أقوم بالدلك الجيد والخلط الجيد. لا نحتاج إلى كمية كثيرة من ماء الزهر، مجرد قطرات تكفي لجمع الحشوة. هذا هو شكل الحشوة بعد أن قمت بجمعها ودلكتها قليلا لكي تنسجم جيدا. الآن سأقوم بتشكيلها على شكل أصابع تكون متساوية الحجم. بعد أن قمت بتشكيل الحشوة على شكل أصابع، قمت بتغطيتها بغشاء بلاستيكي لكي لا تجف بالهواء. الآن سأقوم ببسط العجين. أخذ جزء من العجين
أرش طاولة العمل بقليل من الدقيق، أزيل الزائد من الدقيق، ثم أقوم ببسط العجين وترقيقه حتى يصير رقيقا. بعد ذلك سأقوم بتمريره في آلة ترقيق العجين حتى يصير رقيق جدا وأكثر من هذا السمك. بعد أن قمت بترقيق العجين بشكل جيد، أرش القليل من الدقيق في طاولة العمل، ولا يجب أن يكون الدقيق أو بقايا الدقيق فوق العجين. نرش الدقيق في أسفل العجين لكي نتحكم بالعجين بصورة جيدة، وإذا كان هناك قليل من الدقيق من فوق العجين نقوم بإزالته. الآن وضعت الحشوة في الجوانب وقمت بتغطيتها بالعجين على هذا الشكل. أضغط جيدا من الجوانب كي تلتصق العجين، ثم أقوم بالضغط من الأسفل إلى الأعلى ومن الجوانب إلى الأسفل على هذا الشكل، ونشكل الحلوى على شكل هلال كما ترون. أضغط جيدا من الجوانب لكي أخرج الهواء من الداخل، وأقوم أترك مسافة قليلة في الجانب، ثم أقوم بتقطيع العجين بواسطة الجرارة المسننة. أعيد واحدة مرة أخرى، نغلف العجين ثم نضغط على الجوانب لإلصاق العجين مع بعضها، ونقوم بالضغط عليها بهذا الشكل حتى نشكلها على شكل هلال أو على شكل تقريبا نصف دائرة، ونقوم بالضغط الجيد من الجوانب. أترك مسافة قليلة ثم أقطع العجين بالجرارة على هذا الشكل، وأستمر على هذا النحو حتى أنهي العجين. الآن سأقوم بنقش الحلوى. سوف أقوم بنقشها من الأسفل ومن الأعلى، ومن الضروري عند شراء النقاش أو منقاش الحلويات يجب أن تكون أسنانه قصيرة. هذا الشكل هو المناسب لنقش الحلويات. سأقوم بنقش الحلوى من الأسفل أو من هذه الجهة، وذلك بالضغط على العجين ثم رفع النقاش لكي تعطينا هذا الشكل من النقش، ثم ننقشها من الأعلى. إذا كنت مبتدئة في نقش الحلويات وليس لديك خبرة في نقش هذه الحلوى أو غيرها من الحلويات المنقوشة، من الأحسن أن تقومي بالتدريب على النقش، وذلك بأن تأخذي قليل من العجين كما كان نوع العجين، وتقومي بالنقش على العجين وحده على هذا الشكل. نقوم بنقش العجينة عادية على هذا الشكل ويوم على يوم حتى تصبحي يعني محترفة في النقش. ثم أترك الحلوى معرضة للهواء حتى تجف العجين. بعد ذلك نقوم بوخزها بوسط إبرة على هذا الشكل من هذه الجهة، ثم من الجهة السفلية كما ترون من هنا، ومن الظهر على هذا الشكل،
بعد ذلك أقوم بإدخال الحلوى إلى الفرن على 160 أو 170 درجة. أضع صفيحة الفرن في الجهة الوسطى للفرن. نترك الحلوى حتى تبدأ بالإحمرار، لا يجب مبالغة في تحميرها في الفرن، ثم بعد ذلك نخرجها من الفرن. هذا هو الشكل النهائي للحلوى بعد أن قمت بإخراجها من الفرن. هذه الحلوى تعتبر من الحلويات التقليدية المغربية، حلوى جد لذيذة وشهية. أتمنى أن تنال إعجابكم. إذا أعجبتكم حصة اليوم لا تنسوا الضغط على زر أعجبني أو زر لايك، ولا تنسوا مشاركة المقطع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى الملتقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.